طلقت منه لان صافي حرارة العيشة بيناتهم، ولكن هو غيدير فيها كارثة اللي ما عمرها غتقدر تنساها. عييت من نعاود على هاد القصص ديال المشرملين. هاد التشرميل ظاهرة اللي صافي خاصها دار لها حد، راه ولات بحال لا مود، ولا اي واحد مصاحب مع وحده بغات تفارق معاه يشرملها، واحد مزوج بوحده طلب الطلاق يشرملها. هاد الظاهره هادي ما كانتش شحال هادي كانوا غير الشمكاره هما الوحيدين اللي مضروبين في الوجه ديالهم ولا في يديهم. كتشوفي شي واحد عنده شي ضربه كتقولي شمكار اولا شمكاره. دابا ما بقيناش نقدروا نقولوا هذا الشيء، لان ولا ولاد العائله بنات العائله حتى هما مساكن مشرملين. ظاهره اللي صافي خربات المجتمع ديالنا، ولا كلشي خايف منها، اي واحد ولا كيتسنى النوبه ديالو. وهذا الشيء هذا غيركب الخوف بزاف ديال الناس. كاع البنات يقدروا كاع يبعدوا ويقول لك ما بقيناش بغينا الزواج، ما بغينا نعرفوا حتى واحد، لان تقدر توقع ليا انا بحال هاد البنت اولا بحال غيرها، لان بزاف اللي وقع لهم هاد الشيء. طبعا الا بغيتوا تعرفوا القصه كملوها معايا حتى الاخر. عشاق قصص ورعب الجرائم، مرحبا بكم في قناتكم ماسك ستوري. كيعجبك هاد النوع القصص اشترك في القناه، فعل الجرس غادي يوصلك ديما الجديد. دابا الا واجدين يلا نبداو. اول حاجه بغيت نقول لكم القصه اولا هادشي اللي وقع يلا جديد، يعني هادشي وقع جديد بزاف. انا بغيت نعاود هاد القصه لعل وعسى شي حد كيتفرج فيا وما طلعلوش الفيديو ديالها، فبغيت نبارطاجي القصه ديالها لشي واحد عنده الامكانيات انه يقدر يعاونها. انا ما غاديش نقول لكم الرقم ديال التليفون، وانما غادي نحط فيديو هي كتقول الرقم ديالها ديال التليفون، باش ما يقولوش شي وحدين باللي رانا حاطه الرقم ديالي ولا شي حاجه. المهم انا بغيت غير نبارطاجي، لان السيده بصح ما فحالهاش وخاصها معاونه، خاصها باش تشري الدواء، ولا كاع شي طبيب شي واحد كيعرف شي طبيب ولا يقدر يتكلف ليها ولو غير بشويه ديال المصاريف، فالله يجازيه بالخير. 07 26 36 98 11. نتمنى ان قضيتها ترجع قضيه راي عام. شكرا كما وقفنا وكما وقفتوا مع خديجه. نتمنى توقفوا معايا وتساندوني وما تفوتونيش، حيت انا باقا صغيره وحياتي شوف من دابا وانا عايشه واحد راه كندمر بزاف ما تبكيش على عينك شوفي ما تبكيش على ندائي انا كنوجهوا لاي طبيب تجميل، ارجوكم اللي يقدر يتطوع يجري عمليه لهاد البنيته، راه اجره عند الله سبحانه وتعالى. المهم غادي نبداو القصه ديالنا مع ايمان اللي في العمر ديالها 25 عام. ايمان ملي كانت في العمر ديالها 20 عام غادي تتعرض للاغتصاب. واحد خينا، واحد الشمكار، واحد الويل، واحد الحكار غادي يتكرفص عليها، وهذا الشيء هذا غينتج عليه حمل. ملي غادي يتشد هو طبعا غيتشد لان قضيه اغتصاب، فغادي يتشد غادي تحكم عليه المحكمه ب5 سنين ديال الحبس. ولكن هو بقى كيتصل بها وكيتواصل معها وكيطلبها ويرغبها ويزاوق فيها باش انها دير ليه التنازل. ايمان لانها ما عرفتش انايا ما نقدرش دابا نلومها، واخا هادشي ما خصوش يدار، ما يمكنلكش تزوجي واحد اغتصبك، ممنوع. على كيفاش غادي نتزوج انا واحد تكرفص عليا؟ هذه هي الغلط الاول اللي دارت ايمان. المهم ايمان غادي تمشي وغادي تفاوض هي وياه، وغادي تقول صافي ندير ليه التنازل ونتزوج به غير باش ندير لهذا الشيء اللي في كرشي الوراق. يعني هي فكرات في داكشي اللي في كرشها وما فكراتش حياتها اللي غادي تضيع مع واحد بحال هذا، هو اصلا من الاول مغتصبك، اش كتسناي منه؟ المهم ايمان غادي دير التنازل وغادي تزوج به، ومنين دارت ليه التنازل المحكمه غادي تحيد ليه 4 سنين وغيبقى غير عام واحد. غادي يدوزو في الحبس. غادي تكون ايمان ديك الساعه دوزات الحماله ديالها وولدات الولد ديالها. ملي غادي يخرج من الحبس هنا غادي تبدا المعاناه ديال ايمان. غادي يهزها طبعا لان مراته خصها تمشي تسكن معاه، ولكن غادي تعيش غير في الجحيم. الشماته ديالنا كيعطيها العصا كي دارت كيما دارت، ديما الضرب، ديما التعنيف، ديما السبان، حاقر عليها واحد الحقره، خصوصا انها يتيمه عندها غير الام ديالها، كتافها باردين، ما كاينش نهائيا اللي غادي يوقف ليه ولا يوقفوه عند حدو. وملي كنقول لكم راه كيضربها، راه ماشي الضرب ديال صافي كيعطيها تصرفيقه ولا شي ضرب اللي خفيف، راه الضرب اللي كيوصلها للسبيطار. على داكشي
ديما ايمان كتمشي كدير به شكايات، ما هي مره ما هي جوج، شحال من مره اللي كتوصل شي ضرب اللي خايب وكتمشي كدير شكايه وكيجيو البوليس وكيشدوه وكيبقى عليها ديري لي التنازل ديري لي التبرئه، كتمشي ايمان كدير ليه التنازل اولا كتبرئو وكيعاود يخرج وكيعاودوا نفس السيناريو من الاول. غادي تقولوا لي فينا هما العائله ديالو هو، العائله ديالو هو على حسب الهضره ديال ايمان عاجبهم هادشي اللي كيدير فيها، بالعكس هما كيشجعوه ديري اللي بغيتي ضربها مزيان عبرتي عليها وهبط مع راسك للحبس تكا ارتاح لك شي شويه كل وشرب عاوتاني وربي الصحه وخرج عاوتاني تبورد علينا من جديد. اما بالنسبه للعائله ديال ايمان فكما قلت لكم راه ما عندهاش الاب ديالها، الام ديالها حتى هي مسكينه راه غامره غوليه اشنو غادي دير، الولد عندها مازال صغير. المهم ضربات معاه 4 سنين كامله وهي بهاد الحاله هادي ديما معنفه ديما واكله العصا، ديما هما بيناتهم المحاكم والبوليس، ديما التنازلات، مره كيمشي يدوز للحبس مره كيخرج ليها. المهم السيد اصلا مولف داخل خارج للحبس كي بيها كي بلا بيها. ايمان صافي هاد الشيء هذا طلع ليها في راسها، على داك الشيء غادي تقرر انها تطلب الطلاق. فعلا مشات رفعت الدعوه ديال الطلاق وحكمت لها المحكمه بالطلاق ومشات بحالاتها هزات ولدها ومشات جلست عند الام ديالها. ولكن هاد الشماته ديالنا ما تقبلش نهائيا ان ايمان تطلقوا. كيفاش نتيا تطلقيني وتلوحيني؟ شكون نتي؟ خاصو هو اللي يطلقها ولا هو اللي يلوحها. فكرامته الرجوله ديالو هادشي الا كان راجل محسوب على الرجال غا مزيود اخويا محسوب عليهم، ما بزاف عليك وبعيد على الرجوله. اي واحد كيتعدى على امراه اولا كيهز جنوي ولا موس ويمشي يحقر على شي واحد فراك ماشي راجل، لان الرجله ما كتكونش نهائيا بحال هكا. واصلا باش من حق تخصل الواحد الصوره ديالو اولا الوجه ديالو اللي ربي خلقو بيه. يعني هاد النوع ما كيكونش داير نهائيا الله قدام عينيه اولا بين عينيه، ما كيخافوش الله. فكيفاش بغيتي يخاف من البوليس اولا يحن فيك؟ اللي ما كيخافش الله راه ما عندك ما ديري بيه. المهم نرجعوا لايمان. ايمان من طلقات منه كما قلت لكم هاد الشماته ما تقبلهاش ولا كيوقف عليها وكيهددها وكيقول لها يا ترجعي ليا يا اما غنصفيها لك، انا غادي نجيب الماء القاطع وغنخويه لك وغندير فيك شي حاجه اللي ما كطيحلكش على البال. ولكن ايمان رفضات وقالت ليه مستحيل انني نرجع معك واللي في جهدك ديرها. كان كيسحب ليها راه منين طلقات منه صافي راه ارتاحت من داك التعنيف ديالو وتهنات من هاد صداع الراس، ولكن والو. ونزيدكم واحد الحاجه، راه واحد المره من المرات ايمان وصلت هي وياه حتى لقدام القاضي، وتما القاضي غيطلب منه انه يسيني عدم التعرض، وفعلا غيدير ليها عدم التعرض وباللي ما عمرو غيعاود يحط عليها يديه ولا يقرب ليها. يعني السيد ما محترمش حتى القانون، فشنو غتسنى من واحد بحال هذا؟ دابا غنمشيو للنهار اللي قبل ما توقع الكارثه في ايمان. هذاك النهار كانت ايمان خارجه هي وولدها راجعين للدار، غادي يوقف عليها وغيحط عليها الجنويه وغيحيد ليها التليفون، غيقول لها غتزيدي معايا وإلا هضرتي ما غيعجبكش الحال. ايمان لان عارفه كي داير هاد المصيبه الكحله وعارفه الجلاخه اللي هي كانت طايحه معاها، فما غاديش تفنفن وغتحني راسها وغتمشي معاه هي والولد. دا لواحد الدار كتقول ايمان خربه ما فيها لا ما لا ضو، يعني السيد ما حنش حتى في داك الوليد اللي في العمر ديالو 4 سنين اللي هو ولده من دمه ومن لحمه. دخلها لتم بدا عليها بالسبان بالضرب بالجرح اغتصبها وهذا الشيء كامل قدام ولده وهو كيشوف. بقات معاه هكاك الليله كامله وبدا كيهددها باللي راه هذا الشيء هذا راه كي والو، راه هي لا ما مشاتش حتى رجعت معاه فراه غادي يصفيها ليها وقال لها راه ما تفرقك عليا غير الموت، ما حدي في الدنيا ما تحلميش نهائيا بالفراق. هادشي كما قلت لكم راه ولدو معاه ولدو اللي من دمه ولحمه واللي خلاه بالجوع ديك الليله كامله لا ما لا ماكله، لان الدار ما فيها لا ما لا ضو، وهو طبعا ما خرج وما جاب لهم لا ماكله لا والو. هو ما مساليش لهذا الشيء، هو مسالي غير يفرشخ في ايمان يضربها يسبها يتبورد عليها ديال بصح ويبين الرجوله ديالو اللي هو اصلا ما كيكسبها ما كيعلامها وعند بالو باللي هو واعر وداير شي انجاز اللي كبير زعما.
غادي يشد الموس وغادي يشد لها شعرها وغادي يقطع ليها النص فيه وقال لها دابا سيري جري طوالك. في الصباح ايمان بقات كتحايل حتى قدرات انها تهرب منه. هزات الولد ومشات للدار ديالهم. مشات عند الام ديالها وعاودات لها هادشي وشافت اصلا امها، شافت الوجه ديالها السيده كلها مزرقه كلها مضروبه وقالت لها انا هادشي راني عييت منه، انا خاصني حل. تما غادي تمشي دير شكايه وغتدخل عند وكيل الملك. وكيل الملك استمع ليها وخدا منها الشهاده الطبيه اللي عطيها الطبيب فيها 19 يوم. قال لها صافي سيري كوني هانيه وراه غيتصلوا بك لابيجي. المشموت ديالنا غادي توصلوا الخبر وديك الساعات غادي يمشي لعند ايمان وغادي يوقف عليها وغادي يقول لها واش باغا تغرقيني بالحباسات، دابا غتمشي معايا ديري لي التنازل ولا التبرئه ولا ما غاديش يعجبك الحال. هي عاوتاني حيت خافت منه قالت لي صافي واخا يلاه نمشي انا وياك. ركبوا في الطاكسي ومشاو للولايه. ملي دخلات تما لعند البوليس وهي تقول لهم راه كيهددني، راه قال لي الا ما درتيش ليا التنازل راه غادي نصفيها لك وراه غادي نجيب الماء القاطع وغادي نخويه لك وغادي ندوبك. ولكن تما منين مشات كان مازال وكيل الملك ما عطاهمش الامر ديال الاعتقال، يعني ما غيقدروا يديروا ليه حتى شي حاجه لان حتى هما محكومين بالقانون ما يقدروش يديروا شي حاجه من راسهم. سمعوا ليهم صافي وقالوا لها دابا هانتي سيري ويكون خير. ايمان قالت لهم انا ما غاديش نقدر نخرج لان انا خايفه منه لا يدير لي شي حاجه. قالوا لها البوليس عرفتيش غديري، سيري خرجي انت الاولى هو يبقى عندنا واحد شويه هادي يخرج. فعلا ايمان خرجات تم غادي يلا كتمشى ما كاملاش حتى 2 دقائق حتى كيبان ليها هاد الشماته تابعها كيجري حتى وقف عليها. قال ليها شنو دابا هادشي اللي درتي، وياك قلت لك سيري ديري لي التنازل وصلتي حتى لقدامه وبديتي كتبوردي عليا. ايمان لانها خافت رجعت كتجري عاوتاني كانت باقا قريبه للولايه وعاودت دخلت لعندهم. قالت لهم باللي راك كيتعرض ليا ولا ما خلانيش نمشي. عاوتاني قالوا لها صافي دابا هانتي خرجي خدي طاكسي سيري عاد حنا غنطلقوه. فعلا خرجت شدات الطاكسي اتصلت بالام ديالها وقالت لها نتلاقاو في واحد البلاصه تما كاينه في مدينه تازه بعيده شويه على الدار ديالهم. قال زعما نتلاقى بالام ديالي وولدي تم عاد ديك الساعات نمشيو ندخلو مخبعين للدار. خافتو لا زعما هو يسبقها ويتسناها حدا الدار. هادشي هذا اللي كنعاود لكم راه مع 8 ديال العشيه، يعني باقا الدنيا عامره وباقي الناس غادي وماجي وهادشي راه في وسط الشارع العام. المهم ايمان ما نزلت من الطاكسي حتى غادي تلقاه وقف عليها. ما عرفتش كيفاش تعرفها مشات لتما اولا كيفاش وصلاتو الخبر، وهو غالبا غيكون داير لها شي حاجه في التليفون ولا شي جي بي اس في التليفون اللي متبعها وكيعرفها فين كتمشي. لان ما كاينش اللي كل ساعه ولا كل دقيقه مسالي قبو غيبقى يعيط ليه ويقول له هي هنا ولا هي هنا. يعني الناس واخا يكون صاحبو ولا شي واحد موصيه ما غيبقاش تابع ايمان فين ما مشات. يعني هذا 100% داير ليها شي ابليكاسيون في التليفون اللي كيعرفها فين هي وفين وقفات وفين مشات. المهم ما وقف عليها قال لها دابا نتيا ما بغيتي ديري لا تنازل ما بغيتي ديري تبرئه زعما شنو هادشي. قالت ليه ما غاديش ندير لك واللي في جهدك ديرو وبيناتنا القانون. باقي كاع ما كملت هضرتها تما غادي يشدها بيديه بحال غادي يعنقها غيخشيها غيدير يهبط ليها راسها لتحت وغادي يجبد واحد الموس وغادي يهبط عليها بواحد الضربه من جهه فمها حتى لودنيها. وزاد هاد الضربه الثانيه عاوتاني من الودن حتى للعنق. كان ناوي يذبحها ولكن ما تحكمات ليش وديك الساعات غادي يشد داك الموس وغيبقى غا كيضرب عشوائيا في داك الوجه. 132 غرزه اللي دارت ايمان ضربها لواحد بواحد الطريقه ما خلاش ليها شي بلاصه في وجهها صحيحه، كي بحال شي وليد اللي كيكون مثلا كيخربق في شي ورقه بحال هكاك هو خربق ليها الوجه ديالها وزيد عليها حتى واحد الضربه اللي جاتها في العين. وهذا الشيء كامل وما بردش وهي ما بقاش قاده لا تغوت ولا حتى شي واحد اصلا قاد يفكها. منين سالا بدا كيخربق ليها داك الوجه كامل غادي يبغي عاوتاني يشد داك الموس ويثقب ليها عينيها، ولكن هنايا ايمان غطاكي على عينيها بيديها وغادي يتقطعوا ليها العصب ديال يديها ودابا ولات عندها اعاقه مستديمه. ملي سالا منها لاحا وهرب. تما الناس غادي يتجمعوا ليها وايمان كما قالت انا ما كنلومش الناس انهم ما تدخلوش لان كيف على حساب هضرتها حتى انا ونكون ونشوف شي واحد هاز موس وكيضرب في شي واحد راه ما غنقدرش ندخل غنخاف على راسي. المهم الناس غيعيطوا لومبيلونس. اي واحد كيشوفها كيقلب وجهه ما كيقدرش يكمل فيها الشوفه لان البنت بصح راه حالتها صعيبه، يعني راه ماشي ضربه وحده ولا جوج راه الوجه كامل تحل الوجه كامل داكشي عشوائي يعني حتى واحد ما قدر يشوف فيها. ملي وصلت للمستعجلات عاوتاني نفس الشكل
كل شيء ما قدرش يتحمل داك المنظر، واللي كيشوفها كيقلب وجهه لهيه، لان بصح المنظر اللي صعيب. الا واحد الربعه ديال الاطباء اللي هما من الصين هما اللي غادي يحاولوا انهم يعتقوا الى لقاو ما يتعتق، وغيدخلوها وغيديروا لها العمليه وغيخيطوها ب 132 غرزه. عرفتي شنو هي 132 غرزه؟ راه ليكم ان تخيلوا هاد البنت الوجه ديالها كيفاش تحل. البوليس ملي شافوا الحاله ديالها بقات فيهم بزاف وما بردات ليهم حتى شدوه في اسرع وقت. وملي شدوه دخلوه للحبس، منين زعما هبطوا البنيقه عندهم، ديك النهار نيت غادي يتصل بايمان وغادي يقول ليها بوجهه حمر وجهه قاصح المشموت ديالنا، قال ليها غادي ديري التنازل، واش انتي بغيتيني نغرق في الحباسات؟ انا حياتي ضاعت، دابا هو اللي حياته ضاعت ماشي ايمان اللي حياتها ضاعت. تما ايمان صافي ما بقاتش قادره تستحملو، قالت له انا اللي حياتي ضاعت وما تعاودش تعيط ليا. ايمان قالت لك الصوت ديالو ولا كيدير فيها الرعب، ما بقاتش باغا يعيط لها نهائيا، وهو مازال كيتصل بها ومازال كيهددها وتيقول لها انا راه مازال ما ساليتش معاك، كوني هانيه، راه الا ما خرجتش من الحبس راه غندخل وغادي نخرج وغندير فيك ما اكثر، المهم غير تسناي. من النيابه العامه ان السيد ياخذ اقصى العقوبات. السيد راه الا خرج غادي يرجع يكمل عليا. هاد السيد راه مازال كيتصل بيا كيقول لي راه نخرج من السجن كيعيط لي. هاي عندي المكالمه ديالو، صون عليا قال لي مازال غادي نخرج وغادي نرجع نضربك. هو ما باغيش يخليني حيه. العين ديالها مشات، عينها مشات. انا عيني كيتقبل لي العين ديالي، كيحشي لي هكا الموس كيتقبل لي عيني. واش هذا انسان؟ واخا نكون درت فيه شنو ما درت ما يديرليش هذا الحال. وانا كنتمنى هذا الميكروب هذا عمرو ما يعاود يشوف الكودرون وعمرو ما يعاود يخرج من الحبس، لان بحال هذا خصو يبقى تما حتى يغمل وسط الحبس ويموت قاله لا يردو. بحال هذا ما عندنا ما نديرو به اصلا في المجتمع ديالنا. انا كما قلت لكم في الاول انا عاودت هذه القصه واخا مازال جديده، مازال فيها ما فيها لا حكم لا والو، ولكن انا تعاطفت مع هذه البنت وبغيت زعما الناس اللي كتفرج فيا يقدروا يكون ما الفيديو ديالها ما طلعش لكم، فبغيت نعاود لكم القصه ديالها وغنخلي لكم فيديو هي كتحط الرقم ديالها اللي بغى يتواصل معها اللي يقدر يعاونها، لان البنت حتى فلوس الدواء ما عندهاش. الوليد الصغير اللي عنده 4 سنين مني شاف الام ديالو في ديك الحاله ما تقبلهاش وقال لهم هذه ماشي ماما، ولا خايف من الام ديالو لان بصح وجهها ولا بحال كتفرج شي فيلم ديال الرعب. وغير اللي عنده القلب قاصح اللي يقدر يشوف فيها، اما اللي قلبه هشيش فراه في النظره الاولى غادي تدور عينيك، لان المنظر صعيب ديال بصح. كنتمنى ان هاد البنت تاخذ الحق ديالها، وهاد الشماته الميكروب انه يغمل كما قلت لكم في الحبس، يعني ما يعاودش يشوف الشمس نهائيا. وهاد الظاهره ديال التشرميل خاصهم يديروا لها حل، يا اما يبدلوا ولا يديروا شي قانون ان اي واحد شرمل شي وحده اولا شي واحد يكون الحبس من 20 عام للفوق، يعني ما يكونش التساهل معاهم. هاد الشيء هذا راه كثر، بنت ديال 25 عام اولا بنت عندها 16 عام اولا بنت ما عرفتش اولا حتى دري كاع، علاش غادي نضيعوا لهم حياتهم؟ كي بحال ايمان 25 عام، شكون اللي باقي غيخدمها اولا شكون اللي باقي غيشوف فيها؟ يديها فيها اعاقه، اما الوجه راه قلت لكم ما تشوفوش فيه نهائيا. هاد المشرمل اولا هاد الشماته هذا دار فيها هاد الشيء قدام الناس في الشارع العام، يعني راه غير ربي يحفظها. واخا زعما كنقول انا راه كلات الدقه وحياتها ضاعت، ولكن لو كان شدها في شي بلاصه وسد عليها غير بينها وبينه فراه كان غادي يتفنن في التعذيب ديالها، لان بحال هاد الماركات هاد الشيء فاش كيحداقوا، هاد الشيء فاش كيخرجوا ديك القوه ديالهم والرجوله ديالهم في شي واحد اللي ضعيف عليهم. المراه مثلا ضعف منه، مراته اولا صاحبته اولا اخته اولا اللي كان هي ضعيفه قدامه، فتما ملي كيسد عليها ولا كيكون بيناتهم ما كاين حتى حاجه سد عليها الباب، فتما كيخرج داك القوه ديالو وكيولي صعصع وكيولي راجل وكيولي كيتبورد عليها كيف ما بغى. ودابا هادشي قدام الناس في الشارع وشوش دار فيها، يعني تخيلوا لو كانت هي وياه في بيت سد عليها شنو غيدير؟ فراه غيدير فيها كارثه اللي كبيره بزاف بحال ولد المراكشيه اولا غيره. وهاد خينا هذا كنتمناو له اقصى العقوبات، وان شاء الله الا كان شي جديد في هاد القصه فطبعا غنحطو لكم. الا وصلتوا معايا حتى الاخر بغيت نقول لكم شكرا لكم، وما تنساوش ديروا جيم ديروا بارطاج القصه ديال هاد البنت ماشي على ودي انا باش تعاونوها، يعني اللي ما قادرش يعاونها ماديا على الاقل يعاونها بالبارطاج، لعل وعسى الفيديو ديالها يتشاف ويوصل للمحسنين، الرقم ديالها يشوفوه المحسنين يتعاونوا معاها يشوفها شي طبيب،
المهم انا كنتمنى من كل قلبي ان هذا الشيء يسالي. راني شحال من قصه عاودت ديال التشرميل في القناه ديالي، وكنظن ان مازال غنعاود عادات ديال القصص على هاد التشرميل، لان هاد التشرميل ما بغاش يسالي، ولا لا مود ولا ما عرفتش انا شنو، ولا ولات اللي بغات تفارق مع شي واحد خصو يخسرها. ما عرفتش انا شنو كتستافدوا، شنو هي الفائده اولا شنو هي الاستفاده ملي غادي تخسرها سوا طليقتك سوا مرتك سوا صاحبتك، علاش غتخسرها؟ شنو استفدتي؟ صافي الله يعاونها، ما بغاتكش. الا كانت فيك النفس ديال الرجال غادي تطور 100، حيت الراجل هو اللي كيحافظ على كرامته. ما بغاتنيش المراه صافي بسلامه، ما كايناش غير انت منك عادات فوق الكره الارضيه. ماشي نمشي نشرملها ونخسرها، لا زعما راني درت انجاز صافي ما نخلي حتى واحد من مورايا يشوف فيها. وكينسى باللي راه ربي كاين وباللي راه العقاب ديالو شديد بزاف. المهم سمحوا لي لا هضرت بزاف، لان انا كامراه اولا كانسانه ما غاديش نتقبل نهائيا هاد ظاهره التشرميل، لا دابا ولا من بعد ولا في الحياه نهائيا. المهم خليت لكم الراحه، ونتلاقاكم في قصه جديده ان شاء الله.